بتبدأ الحكاية براجل باين عليه متشرد وكان نايم في أرض زراعية وبيصحى من نومه على صوت طفل صغير بيعيط. فخد الطفل وما كانش عارف مين اللي رماه هنا، وبعدها راح لمدرسة كونج فو. وبنعرف إن مدير المدرسة أخو المتشرد ده، وأخوه طلب منه إنه يعتني بالطفل، وفعلا مدير المدرسة وافق وخد الطفل ده عشان يربيه. وبعدها مرت السنين والطفل كبر، والمعلم وقتها بيدربه على طريقة التحكم في الطاقة الداخلية. لكن المعلم وقتها عمل حاجة غلط، والدنيا كلها بقت بتنزل تلج حواليه، والمعلم نفسه اتجمد من الطاقة اللي طلعها، وبعدها بيقع على الأرض ويموت. فالطفل وقتها بيقعد يصرخ وبيكون عايز أي حد يجي يساعده. وبتمر السنين والطفل ده كبر وبقى اسمه فانج. وفانج كان بيحب كرة السلة جدا، وعلى طول كان بيروح يشوف الشباب وهم بيلعبوا. وبعد ما بيخلص لفته بيرجع لمدرسة الكونج فو وبيلبس اللبس بتاعه عشان يتدرب. وبيكون مدير المدرسة الجديد متفق مع فانج انه يضربه قدام الطلاب، وفعلا بيعمل كده. بس فانج ما بيكونش حابب الموضوع وبيكون متضايق من اللي بيحصل. وبعد ما خلص تمرين راح عند مكان جنب بحيرة وبيبدأ يرمي أحجار، وبعدها بينشن علب الكنز في سلة الزبالة، وبيكون محترف جدا في ده ودايما كان بيصيب الهدف. ووقتها بيكون في شخص بيشوفه وكان مستعجب من قدرته الرهيبة على التصويب، وبيحاول يقلده ويعمل زيه، بس ما بينجحش في ولا مرة إلا لما قرب جدا من السلة. ففوج بيستفز منه وبيروح ماسك واحدة تانية ورميها قدامه، والراجل وقتها بيكون مذهول منه، وبعدها بيتحداه وبيقول له لو رميت العملة دي وجت في بقي هعزمك على الأكل. وفعلا فوج بياخدها منه ونشن في بقه بالظبط، بس الراجل كان هيموت من الضربة. ففوج على طول راح ولحقه، وراحوا فعلا وتعشوا مع بعض. والراجل ده وقتها قال لفوج انه عامل له خطة ممتازة عشان يبقى شخص ناجح. وبعد ما بيخلصوا بياخده وبيروح للبار وبيخليه يتحدى شخص في لعبة رمي الأسهم. وطبعا فوج بيصيب الهدف باحترافية وبيخلص على كل فلوس الراجل اللي بيلعب معاه. وبعدها بيجيلهم صاحب المكان وجه عشان يعرف مين اللي قدر يغلب أحسن واحد عنده، وبتقوم خناقة بينهم. وهنا بيبان مهارات فانج في الكونج فو، وبيكون محترف جدا بطريقة رهيبة وبيقدر ان هو يضرب كل رجالة صاحب المكان. ووقتها بيعرف مدير المكان ان فانج بيتدرب في مدرسة الكونج فو اللي هو اصلا عايز يشتريها. فتاني يوم بيروح المدرسة وبيقول لمديرها إن في حد من طلابه بوظ المكان بتاعه، وبيعرض عليه إنه يشتري المكان. فالمدير رفض الفكرة ورفض إنه يبيع له المدرسة. بس أول ما الراجل بيطلع له صندوق مليان بالذهب المدير على طول بيغير رأيه. وبعدها مدير المدرسة راح للطلاب وقال لهم إن في واحد فيهم خالف قواعد المدرسة وكان سهران في ملهى ليلي، وبيقول إن الشخص ده لو ما اعترفش هيطرد الطلاب كلهم. ففي شخص قام، ففانج على طول بيشكره عشان الشخص ده فداه. ولكن الغريب ان الشخص ده كان قايم عشان يعترف على فانج. فمدير المدرسة بيأمر الطلاب ان هم يضربوا فانج عشان يأدبوه على اللي هو عمله، وبعدها طردوا من المدرسة. وبعدها بالليل فانج راح قعد مع الراجل اللي كان معاه امبارح وكان اسمه جانج لي. فبيبدأوا يتكلموا مع بعض، وعرف من فانج انه وهو صغير كان نفسه يقابل اهله. فوقتها لي قرر انه يخليه بطل في لعبة كرة السلة، ولما يتشهر في اللعبة دي اهله وقتها هيشوفوه يعرفوه. وبعدها ليه بيعمل مؤتمر صحفي عشان يعلن عن البطل الجديد لكرة السلة، وبيبدأ يوريهم مهاراته. وفعلا فانج كان محترف جدا وكان بيرمي الكرة من مكان بعيد جدا. ووقتها بيعرف الناس ان فانج فعلا موهوب ويستحق ينضم للفريق. ولما جه اول ماتش للفريق فانج كان قاعد على الدكة وما بيلعبش، بس في واحد اتصاب وطلب من فانج انه ينزل مكانه. واول ما بينزل بيكون تايه في الملعب عشان ما كانش عارف اساسيات اللعبة. واخيرا بيجيله فرصة انه يسدد، بس للاسف ما بيعرفش والكرة بتيجي في المصور. وبعدين بيجيله فرصة تانية، بس المرة دي لما رمى الكورة عرف يجيبها في الشبكة، والناس والجماهير كلها كانوا مذهولين من مهاراته. وبعد ما الماتش خلص فانج قرر ان هو يطور من مهاراته عشان مش الدقة بس هي اللي هتخليه بطل في كرة السلة. فبيبدأ يتدرب على الأساسيات وبيدرب نفسه جسديا. وفي يوم وهو في التمرين كان عايز يطبق حركة الإسلام دانك، بس بيطير زيادة عن اللزوم وبيخبط في السقف. وفي ميعاد الماتش التاني فانج بيكون مهاري جدا في الماتش بطريقة خرافية، وأثناء الماتش بيقدر إنه يعمل حركة الإسلام دانك، والمذيع والجماهير وكل الناس كانوا مبهورين جدا بيه. وبيبدأ إنه يتشهر في كل مكان بسبب مهارته الغير طبيعية.
وبعدها بالليل بيكون فانج في بار بيحتفل، وبيجيله كابتن الفريق اللي المفروض هيلعبوه المرة الجاية، وبيعرض على فانج انه ينضم ليهم، لكن فانج برضه رفض. وبنعرف ان الفريق ده تبع الراجل اللي اشترى مدرسة الكونج فو، وده الراجل اللي بسببه انطرد فانج من المدرسة. وبعدها بنشوف الراجل ده قاعد مع ليه، وبنعرف انه كان بيحاول يرشيه عشان ما يخليش فانج يلعب الماتش الجاي، لكن ليه بيرفض وبيراهن على فانج، وبيعرفه انه واثق فيه وانه يقدر يواجههم. وتاني يوم لما جه ميعاد المباراة بتبقى مباراة غريبة عشان الفريق الخصم بيلعبوا بخشونة جدا وبيضربوا اللعيبة، وده عشان صاحب الفريق كان راشي الحكم. بس بعدها فانج استغل مهاراته في الكونج فو وبدأ يضربهم هو كمان، وبيحاول يجيب أكتر من نقطة، لكن الفرق بين الفرقتين كان كبير. بس بعدها بشوية الحظ بيخدم فانج وبيحصل مشكلة كبيرة في الكهرباء، وبسبب اللي حصل ده الماتش بيتأجل. وتاني يوم ليه كان بيتكلم مع فانج وبيقوله ان هو جاب اشخاص يعرفهم عشان يساعدوه، لان الماتش الجاي هيكون حرب عنيفة مش مجرد ماتش عادي. وفعلا وقتها بنشوف المعلمين اللي كانوا في مدرسة الكونج فو مع فانج، وكانوا جايين طبعا عشان يساعدوه. وفعلا يوم الماتش جه، بس الماتش بيتقلب من كرة سلة لمعركة غريبة، وكل معلم كان بيستخدم مهاراته في الكونج فو. في منهم اللي كان بيستخدم الإبر عشان يشل حركتهم، وفي منهم اللي كان بيستخدم الطاقة الروحية، وكان ماتش خطير جدا. ووقتها صاحب النادي بيقول للفريق بتاعه يخلصوا عليهم، وفعلا بدأت معركة كبيرة جدا. بس طبعا معلمين الكونج فو كانت مهاراتهم عالية جدا وبيقدروا يخلصوا على كل اللعيبة. وبعدها بنعرف ان فانج جاله رسالة فيها مكان اهله، وكان وقتها بيتخيل ان ابوه وامه جم الماتش وبيتفرجوا عليه، وكل اللي حصل ده كان تخيلات مش اكتر. وهيبدأ دلوقتي الماتش الحقيقي بين فريق فانج وفريق راجل الاعمال، وبعدها بيبدأ الماتش الحقيقي وبيكون فريق فانج خطير جدا، وفانج بيقدر يدمر السلة بطريقة مهارية جدا، وده غير ان فانج كان متألق جدا في المباراة دي. والفريق التاني برضه كان بيجيب أهداف، والماتش بينهم كان متكافئ، بس فانج كان غريب وكان بيجيب أهداف بكل الطرق. وبعدها بيدخل واحد وضرب فانج على رجله بمضرب عشان يخليه ما يكملش الماتش، وبيكون الوقت قرب يخلص والفريق المنافس بيكون متقدم بفرق نقطتين، لكن فانج وقتها بيستحمل وبيقرر يكمل المباراة، وبيجيله كرة في الثواني الأخيرة فعلى طول بيسددها على السلة، وفعلا الكرة بتدخل، بس الحكم بيخرجها لأن زي ما قلنا الحكم كان مرتشي، وبكده يبقى الفريق المنافس هو اللي كسب، وبيكونوا فرحانين جدا بالإنجاز اللي هم عملوه. ففانج وقتها بيفتكر المعلم بتاعه لما كان بيحاول يتحكم في طاقته الروحية، وبيبدأ هو كمان إنه يجمع طاقته الروحية، وبيبقى شخص سريع جدا وبيخش في بعد زمني، وبيقدر إن هو يجمد المكان كله، وبيقدر يرجع الزمن، وبدل ما سدد هو الكرة بيديها لقائد الفريق اللي بيسدد فعلا وقتها الكرة وبيكسر السلة، واخيرا بيفوز فريق فانج. وبعدها بنعرف ان ابو فانج راجل اعمال كبير، وكان وقتها عنده مشكلة مع ناس فرماه بعيد عشان يحميه منهم وما يخليش حد يوصله. بس فانج لما عرف كل ده قرر انه يكمل حياته مع ليه اللي اعتبر ان هو خلاص والده الحقيقي، وتخلى عن كل الثروة بتاعت باباه، وفعلا كمل حياته مع ليه. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.